السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وتمام الصحه والعافيه. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد الكيكه ديال الفينو كتجي غزاله بزاف ورائعه. لهذا الغرض غنحتاجوا واحد 2 كيسان ديال الفينو بالعبار ديال كاس ديال العنبه، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر ما عامرش بزاف يعني لان غنديروا فيها المربى، وايضا عندي كذلك كاس ديال الزيت بعبار الكاس ديال العنبه ما عامرش، 2 ديال البيضات، 2 معالق ديال مربى المشمش، وعندي هنايا واحد البرتقاله صغيره يعني مندارينه صغيره، وايضا عندي هنا 2 اكياس ديال الخميره و2 بيضات كما قلت. فعلى بركه الله ندوزو باش نصايبوا هاد الكيكه ديال الفينو. فباش نحضروا هاد الكيكه غنحتاجوا الخلاط الكهربائي. اولا هاد المندارينه هذه كما كتشوفوا غادي نديروها بالقشره ديالها، غادي نقطعها لطريفات صغيره. طبعا شوفوا واش فيها شي عظمه مثلا فيها العظم غادي نحيدوا ليها هاد العظم ديالها، وطبعا نقطعها هكا طريفات ونديرها في الخلاط الكهربائي. ايضا نحيدوا هاد النباته اللي كتكون هنايا خضراء، طبعا نشوف واش فيها العظومه ولا لا. فغنوضعها هكذا بالكامل، هي يعني غتعطينا النكهه. غادي نضيف لها يعني السكر سنيده، وغنضيف لها شويه ديال الحليب ونطحن باش نتاكد انها طحنات مزيان. اذا هكذا غادي نطحنوا فمن بعد ما طحنتها غادي نضيف الباقي ديال الحليب، غادي نوضع ايضا الزيت، وغادي نوضع ايضا حتى المربى. نضيف هاد 2 معالق ديال المربى اللي قلت ديال المشماش. ثم نرجع نخلط الكل جيدا. ثم الان غنضيف 2 بيضات، وطبعا بعد ما نضيفهم غنعاودو نخلطوا الكل جيدا باش نحصلوا على خليط متجانس. ثم نقوم بالسكب ديال هذا الخليط اللي حصلنا عليه في انيه زجاجيه اولا اللي بغيتو، يعني فاش ما حبيتو تخلطوا هاد الكيكه. طبعا نهبطوا دوك البقايا اللي كيبقاو. الخطوه المواليه اننا غادي نضيفوا 2 كيسان ديال الفينو بالعبار ديال الكاس ديال العنبه كما قلت، ولكن اولا غادي نوضع الخميره اللي ديال الحلويات، يعني 16 غرام اللي غادي نوضع، كل كيس فيه 8 ديال الغرام. فكتجي رائعه وغزاله بزاف بزاف. كذلك المقادير اقتصاديه وسهله بزاف. فنوضع المزيد من الفينو، يعني 2 الكيسان كما قلت بقياس الكاس ديال العنبه. نغربلوهم هما والخميره الكيماويه باش نتاكدوا اننا ما غاديش يعني يكونوا فيها حبيبات اللي غيبقاو، يعني ما غاديش يطلقوا يتكتلوا ويبقاو فيها. فنغربلو. طبعا هذه المرحله كتسمح لنا على اننا نحيدو حتى لا كانت شي حاجه هانتوما كما كتشوفوا يعني فيها حبيبات، يعني ولا كتكون شي حاجه طايحه فيها، فهانتوما كما كتشوفوا غادي نحيدو هذا الشيء. ثم نبداو نخلطوا الكل
حتى نحصلوا على واحد الخليط متجانس. فالفينو يعني هو ديك السميده الرقيقه بزاف، يعني سموها فينو يعني من فين، يعني رقيق جدا. يعني ما نديروهاش بسميده غليظه، فضروري ديروها بالفينو اي السميد الرقيق جدا. فكما كتشوفوا الخليط هو هذا، يعني ساهل دغيا كيوجد. غنخلطو هكا مزيان. صافي الخليط ديالنا ها هو واجد. دابا غنمشي يعني ندهن المول اللي غادي نديرها فيه، غندهنو بشويه ديال الزبده ونرشو بشويه ديال يعني الفينو وغنصب فيه هذا الخليط. فالمول كما كتشوفوا دهنتو بالزبيده ورشيتو بالفينو نيت. دابا غادي نصبوا الخليط كما كتشوفوا فاش كتبقى شويه راها بحال كتشرب، خاصنا يعني نصبوها. فنهزو يدينا كما تنقولوا هكا بهذه الطريقه ونهبطوا الخليط ديالنا في المول، وطبعا مباشره غادي ندخلو للفران. فبالنسبه ليا الفران غادي نشعلو وندخلها مباشره طيب يعني بلا ما. فالكيكه كما كتشوفوا ديال الفينو هي هذه من بعد ما خرجتها من الفران. دابا غناخذوا الكونفيتور ونسقيوها مزيان وهي مازال سخونه، يعني ندهنوها مزيان بالكونفيتور بهذا الشكل حتى تشربوا مزيان. هانتوما كما كتشوفوا كيجي اللون ديالها جميل جدا، كتجي غزاله بزاف. غنحطوا لها كميه كما قلت كبيره د الكونفيتور باش غادي تشربوا لانها مازال سخونه. نبنوا لها حتى الجوانب ديالها. من بعد ما دهنتها يعني كلها حتى من الجوانب ديالها، دابا غادي ندير لها يعني اللي بغيتو نتوما. انا غادي نرشها بالكوك حقاش كيجي زوين بزاف هكذا. يعني لكم الاختيار، يعني زينوها باش ما بغيتو. غندير ايضا حتى شويه ديال هيرنيس حتى هو مهرمش على الوجه ديالها باش يعطينا مذاق ألذ. فطبعا هي فيها داك الكونفيتور غادي يلصق. يعني زينوها بالحوايج اللي بغيتو، لكم الاختيار. غادي نوضع ايضا حتى شويه ديال اللوز ايفيلي حتى هو باش تجينا لذيذه بزاف. غنوضع لها ايضا حتى في الجوانب، نرش لها شويه ديال الكوك. فكما قلت غادي ندير لها حتى في الجوانب بهذا الشكل. فغنستمر هكا حتى نساليها. فهانتوما كما كتشوفوا ضفت لها شويه ديال الزبيب، وايضا باش نعطيها يعني واحد المزيج من الالوان غنوضع لها هكا قطرات عشوائيه ديال الكونفيتور على وجهها باش كيجينا يعني الالوان رائعه جدا جدا. ممكن نستعملوا معلقه ولا تستعملوا يعني داك الكونفيتور تيكون شويه نازل على هذا شويه ثقيل، يعني غتفننوا في التزيين ديالها. يعني ممكن تعملوا اللي حبيتو واللي متوفر عندكم. هانتوما كما كتشوفوا كيجي المنظر ديالها غزال بزاف بزاف، وكل وحده تفنن يعني في عمل التزيين اللي يوالمها واللي يعجبها هكذا بشكل عشوائي. كما كتشوفوا هي هذه من بعد ما زينتها. دابا غنقطعوا منها باش تشوفوا كيف كتجي. ففي شي مرات يعني كنسى ما كنقطعش لكم اولا تنكون يعني شي حاجه اللي منعتني انني، ولكن جربوا الوصفات وغتاكدوا بنفسكم انها كتجي غزاله بزاف بزاف. كذلك حتى البغيوش اللي وضعت فعن جد كيجيو هائلين ورائعين، يعني ماشي كنافقكم ولا كنكذب عليكم، يعني بالتجربه خير برهان. ما عليكم غير تجربوها في المنزل ديالكم وغتاكدوا بانفسكم. فغادي ناخذ طريف كما كتشوفوا باش تشوفوا كيف كتجي.
ها هي كتجي رائعه وغزاله بزاف. غادي نحطها في التبصيل باش نوريكم. ها نتوما فعن جد كتجي رائعه وغزاله بزاف. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش لايك الفيديو وشير المشاركه تاع هاد الكيكه ديال الفينو الاكثر من لذيذه مع غيركم. ما تنساوش لايك وتشجيعنا على اعطاء المزيد، وطبعا كما قلت مشاركه الفيديو لان هذا امر مهم جدا، يعني في دعم القناه وايضا في تكبير او لا يعني زياده عدد المشاهدين فيها. نتمنى طبعا هادشي ديروه وانتم راضيين على شنو كنقدم. ونقول لكم الى اللقاء في وصفه لذيذه قادمه.